السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل محبي ومتابعي قناة المصري لصناعة جميع أنواع السيارات. النهاردة بنوريكم مشكلة اللانوس في كسر الكامل، وده بيتسبب طبعا في كذا مشكلة. يعني العربية أول حاجة بتشتغل 2 سلندر، بتشغل جنب واحد والجنب التاني ما بيشتغلش. بنلاقي طبعا الموبينة مخرجة كهرباء، البوجيهات شغالة، الرشاشات شغالة. العيب ده طبعا بيعمل مشكلة كبيرة في العربية، مفيش عزم، مفيش ماشي أصلا. وبعدين ممكن كمان نقعد ندور على العيب ده فترة كبيرة. ولكن احنا دلوقتي هنبسط الموضوع، او هنقول المشكلة بتحصل ازاي، وبسرعة انت تقدر تحددها بدون لف كتير. اول حاجة احنا ممكن نجيب جهاز كبسل محرك، ونحل الغرفتين، اي غرفتين اللي مش شغالين عندنا. وبالتحديد هي العربية بتكسر رقم 3 و4، يعني هي بالتحديد بتكسر عندنا الغرفتين دول، اكتر غرفتين بيتكسروا في الكامل لانوس. طب لما بتكسروا الغرفتين دول بيفصلوا شغل اصلا، لان عندي ده اسمه عمود الكامة. عمود الكامة دوت بيحصل فيه الكسر زي ما احنا ما شايفين في المنطقة دي. هنا حصل فصل بين الاتنين. لو لفيت المفروض ان ده يلف في حتة واحدة، فطبعا الجزء ده بيلف والجزء ده بيلف، ويبدأ من هنا لهنا فاصل. الفصل لو احنا ركزنا هنا شوية هنلاقي دوت حصل فيه كسر. كسر اهوت موضح اهو، كسر اهوت. وده بيتسبب ان الجنبين دول بيفصلوا، فعربيتي تفضل مبرجلة وما تظبطش مهما اعمل. طب احافظ على الكاميرا دي ازاي؟ الحرارة، دورة الماء يا جماعة، زي ما وضحت في فيديوهات قبل كده. لازم نهتم بدورة الماء على قد ما نقدر. نغير الزيت في ميعاده. لما نجيب كامة نجيبها أصلية، مش هروح اجيب كامة صيني واحطها وخلاص على كده. الكامة يا ريت تبقى استيراد، حاجة مضمونة. ونراجع على السبيكة بتاعتها اللي هو الهيد يعني.